السلام عليكم البنات، كي راكم؟ مرحبا بكم في قناتي. اليوم جيتكم بإن نوفيل فيديو. اليوم درت لكم لي بوتي فور بالزيت وحده بلا زبده، ويجوا كيما تاع المحلات البنات، نفس النكهه ونفس الذوق. والوصفه بزاف سهله وفيهاش مكونات بزاف. هنا البنات عندي زوج بيضات كيما راكم تشوفوا. زوج بيضات، وثاني عندي كاس تاع الزيت، هو 220 مليلتر. هذاك الكاس يرفد 220 مليلتر. وهنا عندي كاس الا ربع سكر. اذا تحبوا الحلاوه بزاف عمروا الكاس، انا ما نبغيش الحلاوه، ما عمرتش الكاس. نتوما تحبوا زيدوا. دروق البنات غادي نزيد عليهم ملعقه صغيره تاع لافاني، تكون مليحه باش تجي النكهه تاع لافاني. وثاني البنات هنا غادي نزيد، غادي نطلعهم بالباتور وحتى يوليو كيما الرغوه وخليكم معايا. وانا كيما راكم تشوفوا هنا، بعد ما طلعت السكر والبيض تاعنا، نبقاو نزيدوا البنات الزيت كيما غير بشويه، كيما نخدموا المايونيز. بقاو نزيدوا غير بشويه بشويه حتى يطلع لكم ويولي ثقيل، كيما راه موضح في الفيديو. وهنا غادي نضيفوا البنات المكون السري اللي يديروا صحاب المخابز باش يجي فيه النكهه تاع لي بيتي فور، باش يجيكم فيها النكهه تاع الزبده. هنا زيت عطر الزبده، تلقاوه عند اللي يبيع لوازم الحلويات يعطي لكم. ما ديروا الحاجه بالزيت وديروا هو تحسوا الكو تاع الزبده. وخليكم معايا. هنا البنات بعد ما طلعت الخليط تاعي سيبو، هنا عندي كاس الا ربع تاع مايزينا. كما راكم تشوفوا المايزينا غربلوها باش يجيكم الكاطو تاعكم خفيف. ما تكون مغربله من قبل، كي تجيو تحطوها هنا غربلوها. وهنا البنات عندي كاس تاع لافارين والملح. وعندي هنا ما ديروش الخماره كومبلي، ديروا غير ملعقه صغيره تاع خماره، ملعقه صغيره كاع تاع القهوه ديروا بها كما راكم تشوفوا. ونخلطوا من الفوق للتحت. ومن بعد البنات هنا درت نص كاس الا ربع تاع مايزينا وكاس تاع الفارينه، وغادي نزيد كاس تاع الفارينه واحد اخر كما غادي تشوفوا في لا فيديو. وخليكم معايا. وهنا البنات كما راكم تشوفوا جاتني العجينه شويه خصها الفارينه، خاطر كاين فرينه اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. انا زدت ملعقه كبيره وراني نخلط. خص العجينه بنات تجي شويه تلاصق، وكي نعليوها ما تطيحش تمتم كيما راها درك. وهنا البنات راني جبت لابوش ادوي تاعي، وجبت هذاك لامبوط ولا مش عارفه كيسموه. اختاروا اللي حبيتو، انا درت هذا الشكل. ومن الاحسن البنات تكون عندكم لابوش تاع الكتان ولا لابوش متينه. انا هادو جو طابل شويه ما ساعدتنيش غايه. وهنا البنات كي راني نخدمهم راني نحاول نسقدهم شويه شويه هكا في القنوته باش يخرجوا لي كاع كيف كيف. كما راكم تشوفوا سيبون راني كملت التشكيل تاعهم. البنات انا درتهم شويه كبار، نتوما اذا حبيتوا تخرج لكم كميه بزاف صغروهم. وفي هذا المومون البنات اللي شكلتهم كنت دايره الفرن تاعي يسخن. بعد كي ندخلهم للفرن نشعل يكون سخون، نطفي من الفوق ونشعل لهم غير من تحت ناقص حتى نشوف الاطراف بداو يحمروا. من بعد عاد نشعل من الفوق باش يحمروا لنا غايه الغايه. كما قلت لكم البنات، نتوما اذا تحبوا تجيكم كميه بزاف صغروهم. فوالا. وهنا البنات سيبو راهم طابو كما قلت لكم. ديروا الغاز كما قلت لكم، كي يطيب من التحت شعلوا له عاده من الفوق. وكما راكم تشوفوا جو بزاف شابين. وما نحكي لكمش على الريحه اللي راهم طالقين بزاف شابه. وطيبوهم كما قلت لكم باش يخرج لكم هذا اللون ويجيكم طايبين على كيف كيف. فوالا، خليكم معايا.
وباش نلصقوهم البنات اما تلصقوهم بالكونفيتور تاع هنا عندي كونفيتور تاع المشماش، واذا عندكم لاجولي لصقوهم بلاجولي اللي عندكم. وراكم تعرفوا الطريقه تاع التلصاق، انا غير حبيت نوريكم كيفاش، وخليكم معايا. ومن بعد ما نلصقوهم البنات نحتاجو هنا شوكولا الذوق اللي حبيتو. انا درت شوكولا بالنوازيت، الذوق ديالها يجي بزاف بنين. نتوما ديروا اللي حبيتو، فوالا ديروا لهم الشوكولا. المهم راكم تعرفوا الطريقه تاع لي بيتي فور، انا بغيت نشارك معكم غير الوصفه وهذاك المكون السري اللي قلت لكم عليه، تاع عطر الزبده، باش يجيكم كيما تاع يجيكم لي بيتي فور كيما تاع المحلات. وهنا البنات وصلنا لافين تاع لا فيديو كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات كيفاش الدجاجه ما شاء الله. الحبات جاو طايبين كيف كيف كيما تاع المحلات، ونفس الذوق كيف تاع المحلات، وبلا زبده غير بالزيت، وجا ما شاء الله. انا البنات ما قطعوليش بزاف على خاطر كبرتهم، نتوما باش يقطع لكم بزاف صغروا الحبات تاعكم هكا يقطع لكم بزاف. وغادي نوري لكم البنات عن قرب كيفاش راه يبان. مانيش نشكر لكم فيه بصح البنات والله الا كيما تاع المحلات. ودوك نقسم لكم الحبه كيفاش جا لداخل. وكما قلت لكم البنات، جربوا الوصفه ما عندكم، ما تخسروا كميه صغيره، وردوا عليا وخليوا لي جيم ولي كومونتير في لا فيديو. انا حبيت نقسم معكم الحبه باش تشوفوه كيفاش جا من الداخل، جا بزاف هشيش البنات. وهاد الوصفه تقدروا تخدموا بها لي كوموند تاعكم، ولا ما فيهاش مكونات بزاف. وكما موالفه نقول لكم، ان شاء الله تعجبكم لا غوسيت تاع اليوم، وتجربوها وتخليوا لي كومونتير. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو فريسانكم، باي باي.